ما هي الأسباب التي تمنع الرزق؟ ما هي الأسباب التي تقرب من الفقر؟ ما هي الأسباب التي تقلل من الرزق؟ هذا الموضوع مهم جدا، إن تلافيناها كانت النتائج طيبة. أيها الإخوة، في الدين رأي شخصي ما في، إنه دين الله، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. لا يجرؤ إنسان على وجه الأرض أن يقول في الدين برأيه. الآن نحن أمام نصوص من كتاب الله ومما صح من كلام رسول الله. ما الأسباب التي تقلل الرزق، تقرب إلى الفقر؟ أولا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لعله هناك عقابان للزنا: عقاب سببي، يصاب الإنسان بأمراض خطيرة جدا، منها فيروس الإيدز الذي قضى على عشرات الملايين من أهل الأرض. في الآن تقريبا 60 مليون إنسان مصابون بهذا المرض وهم في طريقهم إلى الموت. فأحد أسباب انعدام الرزق أو قلته هو الزنا، وللزنا عقابان: عقاب علمي هو نفسه سبب لعاهة أو مرض خبيث أو فيروس أو ما شاكل ذلك، وعقاب وضعي. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والزنا فإن فيه 4 خصال: يذهب البهاء من الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن. يذهب البهاء من الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن، ثم الخلود في النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: في الزنا 6 خصال، 3 في الدنيا و3 في الآخرة. أما اللواتي في الدنيا فيذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر، وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار. هذا الحديث في شعب الإيمان للبيهقي. صدقوا أيها الإخوة، وقع تحت سمعي قصة أن رجلين ممن يعملان في طلاء السيارات في هذا البلد ذهبا إلى ألمانيا ليستوردا سيارتين، قصة قديمة، وعادا بالسيارتين برا. نزلا في فندق في بلدة من بلدان أوروبا الشرقية. يقول لي أحدهما: بعد الساعة 12 طرق باب الرجلين من قبل امرأتين. الأول فتح الباب والثاني قال: إني أخاف الله رب العالمين. ثم وصلا إلى الشام، الأول في صعود والثاني في هبوط. الثاني ضاقت الأحوال به، باع محله، طلق زوجته. والأول والله أعرفهما تماما، والأول في صعود مستمر. أنا مؤمن إيمانا قطعيا أن أحد أسباب الفقر الزنا. هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: الزنا يورث الفقر. هذا عقاب وضعي، يعني الله بفعله يجعله فقيرا. أما الزنا نفسه سبب علمي لأمراض خبيثة، منها فيروس الإيدز. أيها الإخوة، طبعا فقر ذات اليد وفقر القلب. الزاني محجوب عن الله عز وجل، وقع في فاحشة،
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. أي شيء يفضي إلى الزنا فهو محرم، فالخلوة بالأجنبية محرم، صحبة الأراذل شيء محرم، إطلاق البصر محرم، متابعة أشياء إباحية في الإنترنت وفي الفضائيات محرم، لأن هذا طريق إلى الزنا. هذه الشهوة تشبه صخرة في قمة جبل متمكنة في مكانها، فإذا دفعتها وظننت أنك تريد أن تدفعها لمتر واحد في المنحدر، لن تستقر إلا في قعر الوادي، الأمر ما عاد بيدك. ولا تقربوا الزنا، يعني النهي ليس عن الزنا بل النهي عن أسباب الزنا: الخلوة، إطلاق البصر، الاختلاط، صحبة الأراذل، الإثارة المستمرة، هذه تنتهي إلى الزنا. أيها الإخوة، السبب الثاني للفقر نقص المكيال والميزان. استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيننا: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هل هناك أوضح من هذا الكلام في موضوع فيروس الإيدز والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط، الجفاف، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. بكل حرب في الشرق الأوسط تنتقل مئات مليارات العملة الصعبة من الشرق إلى الغرب، إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. حروب أهلية. هذه المعصية الثانية: نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله، أحد أسباب الفقر. نحن مع حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ومع القرآن الكريم كلام رب العالمين. المعصية الرابعة منع الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم. بالمناسبة في آية دقيقة جدا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذه الصواعق، والآن الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل، والآن الألغام، أو يلبسكم شيعا، الحروب الأهلية، ويذيق بعضكم بأس بعض. ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. في إحصاءات قد لا تصدقونها: 5% فقط من أغنياء المسلمين يدفعون زكاة أموالهم، 5% فقط. وفي حديث آخر:
يقول عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. أول سبب الزنا، الثاني نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله، الثالث منع الزكاة، الرابع الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة أي بالفقر، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. الربا يؤدي إلى الفقر، والرشا تؤدي إلى الرعب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الزنا والربا. الآن المعصية السادسة التي تؤدي إلى الفقر، قال: اليمين الكاذبة. قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. أن تحلف يمينا كاذبا، هذه اليمين الكاذبة سبب عند الله للفقر. واليمين الغموس تذهب المال وتذر الديار بلاقع خريبة. تذهب المال وتذر البلاد بلاقع. وبعض التابعين قال لأحد التجار: يا عبد الله، اتق الله ولا تكثر الحلف، فإنه لا يزيد في رزقك إن حلفت، ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف. لا داعي أن تحلف، هذه الحاجة سعرها كذا، الله تعالى هو الرزاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. المعصية السابعة الكذب. الكذب من صفات الكافرين والمنافقين، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. المؤمن لا يكذب، قد يقع في معاصي لضعف في نفسه، قد تغلبه شهوته، لكن الكذب ليس شهوة خبثا. المؤمن لا يكذب. لذلك ورد في بعض الأحاديث: يطبع المؤمن على الخلال كلها. في مؤمن عصبي المزاج على العين والرأس، في مؤمن يحب البقاء في البيت، في مؤمن يعتني بهندامه كثيرا، في مؤمن هندامه أقل من غيره، في مؤمن يحب الاختلاط مع الناس، في مؤمن يؤثر العزلة. هي طباع. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب وخان ليس مؤمنا. المؤمن لا يكذب.